يعني ايه رسالة؟ الفكرة دي بقالي فترة انا مغيرة تفكيري خالص فيها، وبدأت اشوف الموضوع بصورة اكبر شوية. والحكم بتاعك لما الصورة بتكبر الحكم بتاعك كله بيختلف. يعني ايه؟ يعني مثلا احنا في الصورة الكبيرة على مستوى الارواح، احنا كلنا ارواح من ربنا سبحانه وتعالى، والروح دي كلها نور وكلها خير. فاحنا ارواح مع بعضها بتتعامل مع بعضها، الارواح دي بتبعت رسائل لبعضها. يعني ايه رسائل؟ يعني بتبعت لك حاجة، انت بتقول لك خلي بالك من دي، طور عن طور نفسك في الحتة دي. الحتة دي لازم تاخد بالك منها. فده على مستوى الارواح. احنا لما ننزل بقى شوية للمستوى البشري بتاعنا، الرسائل دي بقى ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون اذى، ممكن تكون الم، ممكن تكون خذلان، ممكن تكون الهام، ممكن يكون تعليم وحد مسهم ليك وحد يقول لك كلمة او نصيحة تغير في حياتك كلها. هي دي رسالة. تفكيرك في فكرة الرسالة وان الشخص ده عنده له رسالة قدمها لي، بيخليك حتى لو الأذى أو الخذلان أو الألم كان شديد. وللأسف إن إحنا أغلبنا بنتعلم الإنسان بيتعلم أكتر وبيفتكر دايما الشيء اللي بيوجعه أو اللي بيؤلمه. فده بيخليك تقدر تسامحه، أو تقدر تشوف الموضوع بصورة أكبر، بصورة أوسع. يعني فكرك نفسه بيتسع وبيكبر. فأنت بتشوف إن هو علمني درس، او وصل لي رساله. هو تصرفه على المستوى البشري انا ماليش دعوه بيه، بس هو في الاخر روح قدمت لي رساله ان انا مفروض اطور عن نفسي حاجه معينه او اتعلم حاجه معينه. وخلي بالك انت لو ما اتعلمتش من الرساله دي، الروح دي او الشخص ده هيمشي وهيجي واحد تاني هيفضل يعلم لك نفس الرساله، هيمشي وهيجي التالت. فانت هتفضل في نفس الدايليما دي كلها لو انت ما اخدتش بالك ايه الرساله من اني مثلا بتظلم كتير، ايه الرساله من اني مثلا اي حاجه ايا كانت، ايه هي الرساله. فافضل اسال نفسي واتعلم ايه هي الرساله من الشخص ده او من الموقف ده او من الشيء اللي حصل ده او من النصيحه دي او من الكلمه دي. لازم اعرف ايه هي الرساله علشان اتعلمها، واول ما اتعلمها خلاص اللي هيجيلك بعد كده ممكن يجيلك كأنه بيعملك تشيك كده، ايه خلصت الرسالة، فهمتها كويس ولا ايه، امشي ولا هقعدها لك. فيما معناه كأنه بيعمل لك تيست كده. طالما انت اتعلمت الرسالة فخلاص انت كده مش هيتعاد عليك الدرس ده تاني.